اهلا بيكم في سادس مره جايبينها من تحت. مش كل قصة النجاح بتبدأ من القمة، في حكايات ورا الكواليس محدش بيحكيها. احنا هنا جايبينها من تحت. معانا النهارده شخصيه قدرت تلمس كل بيت مصري. معانا مخرجه مريم الباجوري. هاي مريم، أهلاً. عامله ايه؟ الحمد مبسوطة إن انتي لله. معانا. جدا والله. انا مبسوطه بيكم بجد بجد لا بجد حلقة مستنينا بقالنا كتير قوي. يعني بجد انا مبسوطه بيكم قوي ومبسوطه بكل اللي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا، ميرسي. وانا شكراً بحب قوي اي حاجه بتطلع من روح الشباب. والله احكي لنا شكراً بقى جداً. جبتيها من تحت ازاي؟ بصي انا كنت محظوظه ان انا وكنت طفله عندي 8 سنين وعارفه ان انا عايزه اخرج واكتب، وطول الوقت كان اهلي يجوا اهلي اوريدي في المجال فيقولوا لي طب أوكي. تمثلي، اقول لهم لا. بس جبتها من تحت ازاي؟ انا كنت بجمع صحابي وانا صغيره اوه واكتب سكتشات عباره عن 3-4 دقايق كده، اوكي. وافضل طول الاسبوع بعمل بروفا، ويوم الجمعه بطلع لعم ماكين البواب، معرفش عايش دلوقتي ولا لا، عند جدتي. اطلع اقول له انا هاجر منك السطوح ده، وبجيب الباسكت بتاع عارفين الطماطم زمان، آه، مش خشب ده. واحطه اكنه ستيج واغطيه. عايزه اقول لكم جروب صحابي ده لغايه دلوقتي احنا صحاب، تحفه. طبعاً. ومحدش حلو فيهم أوي. بيشتغل في الميت ده، كلهم اللي انتي بتشتغل في ريل ستيت واللي بتشتغل في البيوتي واللي عندها بيزنس واللي عايشه اصلا في دبي ما بتشتغلش خالص، بس كلهم كانوا بيسبورت يعني ان هم مريم بتحب تعمل ده. وامشي بقى بورق قد كده احطه على العربيات، مسرح ابو حسن اجنان الساعه يوم التذاكر الجمعه بنبيعها. يعني دي اللي انا اقدر اقول ان ده حظي، ان انا كنت واحده عارفه إيه انا بحب اعمل عندك باشن من الاول، انتي عارفه قوي، عاملة إيه. وبحب الطريق، بحب الطريق ان انا باخد الحاجات دي، بحب. أوكي. وانا عندي 12 سنه لما ابتديت اخش كشافه وبنعمل سمر كامب وانا المسؤوله عن المسرحيه اللي في الاخر. بحب وانا عندي 14 سنه وانا نازله تريننج، وما نزلتش على فكره مع عمي، يعني كل الناس قالت لك دي كوسه بقى، هادي الباجوري مريم الباجوري يا جماعه. فاول حاجه عملتها اني بعدت عن هادي الباجوري، اوكي. يعني جيت قلت له انا عايزه ابعد. فنزلت بقى مع مخرجين كتير قوي مختلفين، اعلانات، دراما، سيت كوم، مشاريع حكومه، اتعلمت كتير. برامج، يعني كنت بنزل في برامج دينيه وبرامج مطبخ. تقدري تفتكري بدأتي تنزلي من سنة كام؟ طبعا انا فاكره ان انا نزلت وانا عندي كام سنه، 13 سنه. اوكي. تحفة. 13 سنه كنت بلم كابلات، وكان ايام الخام، وكان وقتها كان مع عمي سامح الباجوري، لا كان مع هادي الباجوري. أوكي. سامح كان بيسبورت قوي الله يرحمه فنيا، بس هادي الباجوري هو نزلني السات وقال لي عشان ما يقولوش ان انا عمك وكده، فانت هتشتغلي مع الاسيست. زمان ايام الكاميرا الخام كان بنجيب الفيديو بتاع شريط الفيديو القديم وبنحطه وبنعمل ستوب وبلاي وبلاي باك عشان الناس تتفرج، اللي هو الناس دي مين؟ اللي هي الكلاينت بتاع الاعلان يتفرج على الشوت بتاعه. فانا دي كانت شغلانتي اوكي على الموضوع كله، ان انا بعمل ستوب بلاي، وبعد ما بنخلص وفركش بلم الكابلات الكبيره، كان زمان بقى كابلات قد كده، بلم الكابلات بقى مع الاسيست عشان نمشي ونفركش. جبتيها من تحت فعلا. انا جبتها من تحت فعلا جدا. بس وده ما كانش متوقع قوي، لان طول الوقت مريم الباجوري هادي الباجوري، فخلاص بقى ايوه دي جابتها أيوة وهي قاعده في الكرفان. بس فكره انك بعدتي عنه عشان يعني تاخدي عشان في أتعلم. سكتك دي حاجه يعني تبعد بقى عن فكره بقى ان هي بالواسطه وعشان قريبته عشان كده. بص انا مقتنعه ان اي حاجه فيها واسطه الا الفن. صح صح. طبعا. انا مش هخش قلبك، صح. يعني انا مهما دلوقتي انا مثلا جيت قلت لبنتي انت مامتك مخرجه فانت بكره هتخرجي، ايوه هتروحي تعملي اعلانات. الكلاينت لما يجي الاعلان بتاعه ما ينجحش هيدفع فلوس تاني، وهيتحاسب ازاي قدام اللي فوق واللي فوق واللي فوق. هي نفس الفكره، هتمثلي هتخش قلب الناس، هيبقى عندك قبول لا الزقه الاولانيه ممكن حد يساعدك فيها، لكن مش هتعرف عمر تكمل. الطريق ما الناس اللي هيبقى بالظبط. الناس اللي هتحكم ده بالظبط. فن، صح. ما حدش هيشتري اللوحه بتاعتك، صح. فاهم قصدي؟ بس طيب مين مريم الباجوري بعيدا بقى عن مريم المخرجه؟ بص انا I'm very proud اني اقول مريم الام، مريم الزوجه. اوكي. لان كتير قوي البنات بتفتكر ان الحياه بتقف لا كده لا كده. ايه ده انتي انا ام ل3 بجد؟ انا عندي نيلي أوكي، ما شاء وليال الله. ويونس. شكلك صغير يعني شكلك لا صغير. عندي بنت عندها 11 سنه ما شاء الله و9 سنين و3 سنين. في حد منهم عنده باشن في بنتي كبيره بتعرف تغني، اوكي بس ما حدش فيهم، وانا مش بدخلهم قوي ان هم، يعني انا سايباهم براحتهم يختاروا اللي هم عايزينه. ليال عايزه امثل، بنتي عايزه تغني، بس طول الوقت بحس ان
عايزاهم ياخدوا طريقهم زي ما انا خدته. يعني مم. انا فاكره اني خدت طريقي بعم ماكين والسطوح والبواب والشارع، اخدت طريقي بسات كومز ولعبت. فان هم ياخدوا نفس الطريق انا بعيدا عايزه طريق مش مرتاح، مش مامي المخرجه فهي هتطلع. كنت ممكن اطلع بناتي في المسلسل. صح انا عارفه صح جدا. لا صح. انا كنت قاعده مع صحابي في مره، فكنا بنتكلم عن ميد ترم ايام ما كان بيتعرض، فحسيت ساعتها ان كل واحده منهم هي شافت نفسها في المسلسل من غير ما يعني مفيش حاجه بتريليت ده بده، بس هم شايفين حياتهم جوه المسلسل، كل ستوري شخصيه. متهيألي عشان ده اللي كنا مركزين قوي فيه انا واستاذ محمد انت كنتي صادق. قاصده ده ان الناس آه. تشوفها مرايه لنفسها. بالظبط. يعني استاذ محمد صادق اصلا متميز قوي ان هو بيلمس حاجات واقعيه، مم. وانا بحب محمد صادق، ولو ان احنا نقر ونقير جدا يعني انا وهو 24/7 بنتخانق جوه الاحاسيس والمشاعر، وتقول ده بس وما بتطلعوا تقولش ده. حاجه تحفه في الاخر. وده جزء من نجاح الشغل، اختلافات الشغل. يعني احنا بنهرب من اختلافاتنا، بالعكس اللي يمشي ويطوع يقول لك الله تحفه حلو يجنن، ويمشي يطبل لك طول عمرك ده بيبوظ. انت مش توصل لحاجه. انت محتاج مرايه حقيقيه قدامك تقول لك ده حلو وده وحش. وده اللي كنا بنعمله، وده اللي فكره وصل للناس في ميد تيرم. ميد تيرم كانت كتابه ناس كتير قوي بحياه طبيعيه كتير قوي، وصلت في الاخر لمسلسل درامي. يعني ما اقدرش اقول لك ان هو كان كله مريم الباجوري ومحمد صادق، لا هو ما كانش كده. هو كان ناس كتير قوي، كان ممثلين، كان الشركه استاذ عبد الله غلوس، استاذ احمد فايق، ناس كتير كلها دخلت في الموضوع. ممثلين لما تقعد مع زياد وتقول له على يزن وتحس انه عايز يزود حاجه هتسمعه. لما تقعدي مع دنيا دي، فكل واحد زود حته من بيته، من روحه، كل واحد زود حته في الحوار تلمس البني ادمين. لا بالذات زياد كان مفاجاه. يعني انا كواحده من الجمهور أيوة. اتفاجئت، اللي هو احنا يعني شايفينه بكاركتر معين وان هو بيغني وكده، فاللي هو يطلع بالبرفورمانس دي والتهتها، وكان مفاجاه. بصي انا كنت شايفاهم قوي من اول ثانيه. يعني في برزنتيشن اتعملت وانا بقدمها بممثلين ميد تيرم، مفيش واحد فيهم اتغير. يعني الحمد لله عرفنا نجيبهم كلهم من اول ثانيه ووصلوا للناس، لاني انا كنت حاسه ان ده يونس، ده يزن، دي ملك. كنت حاسه بيهم. كنت شايفاهم من الاول قوي قوي. طب يعني حتى لما ايه بعد ما اتعرض حلقتين من المسلسل والسوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه وانت فايرل بطريقه كنتش مصدقه ولا عارفه، ما كنتش عارفه قبل ما كنتش مصدقه. انا كنت بصور. انا اخرت قوي التصوير عشان يبقى معايا حلقات مظبوطه. يعني معظم ال 30 حلقه المشكله اللي بتحصل عشان تخلي الحلقات ضعيفه في النص التاني او من النص هي انك انت تستسلم لفكره انك هتصور وورقك مش كامل. فانا اخدت الريسك اللي معظم المخرجين والشركات الانتاجيه بتبقى واقفه ان ما تاخدوش. انا جازفت ان لا مش داخله غير على الاقل معايا 23 حلقه. فده خلاني اتاخر في وقت التصوير جدا. وده خلى يبقى عندي ان انا بصور وبعرض. ده صح ده غلط برضو. الصح اني احضر ورقي، يبقى ورقي مظبوط كله معايا، اخش احضر اصور كله على بعض عادي مرتاحه، اعرض بعد ما يدخل المونتاج. بس انا حبيت لما اخترت اني حزنق نفسي في الورق ولا حزنق نفسي في التصوير، لا التصوير. لان الحدوته الاهم. انت خدتي الريسك عامه. الدراما حدوته واحساس مخرج بيحكي حدوته حلوه. يعني انا ما بحبش اجي، انا كان عندي حاجات تكنيكال كتير قوي عملتها في ميد تيرم، وكان عندي حاجات اللي هو اخفيه فجاه واظهر فجاه واعمل مش عارف ايه واعمل ترانزيشنز بس كنت طول الوقت بتحدى نفسي اني اعملها في المكان الصح. والمشاعر والمشهد اللي مليان مشاعر وحوار، احترم الممثل واحترم الحوار واحترم المشهد. مش لازم افرد عضلاتي كمخرجه ابدا في اللحظه دي. وده نضج كنت بحاول اوصل له كمخرجه في اول عمل ليا. وده يمكن اللي خلى الناس تشوف نفسها ان هي فعلا، لا انا شايفه نفسي في الستوري مثلا بتاعت تيا، ان هي اتعرضت مرض. ما هو ده الفكره، ان المسلسل روح الناس كانت فيه. صح بجد كان فريق عمل كامل في ميد تيرم، مش مريم الباجوري لوحدها. طب وفكره ان ياسمين العبد كانت هي اللي بتغني اغنيه تتر النهايه، هي اول مره تغني صح؟ يعني لا مش اول مره تغني، بتغني وهي صغيره، بس اول مره تعمل اغنيه وهي كبيره تجو فايرل. طب خدتوا القرار ده ازاي انها هي لا هو احنا في الاول خالص قعدنا نتكلم على موضوع الاغاني ده، وياسمين قالت لي انا حابه على فكره لو انت عايزه ان انا اغني، انا ما عنديش مشكله. في الاول فكرنا انا ومنى القيعي هي اللي كاتبه عادي ان احنا نحط ياسمينة وزياد زازا ودنيا وائل في تتر البدايه. لكن واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض اكتشفنا ان الصح انه يبقوا مش تريو، يبقى ولد وبنت.
فوقتها ياسمين قالت لا يبقى زياد زازا ودنيا وائل، لان هم دول نفس اللي هما اللي بيغنوا. يعني أيوة. يعني حاسه ان هتبقى غريبه قوي ان انا ابقى مع زياد او انا ابقى مع أيوة، دنيا أيوة، صح. وفي أيوة. 2 مغنيين. ايوه فقلنا خلاص فكره حلوه، وده الاحلى حاجه في ميد تيرم، ما كانش في حد اناني. يعني ابتدى زياد ودنيا يشتغلوا على اغنيه عايزين عملنا الكوياي، وفي نفس الوقت بنشتغل على اغنيه بندور على حاجه حلوه قوي، وفي 24 ساعه جات لنا ضمه. اوكي. وبجد يعني ضمه من اول ثانيه لمستنا كلنا. هي تحفه الصراحه. هو كان كله قلبه على المشروع نفسه، عشان كده طلع هو ده حلو. ما كانش فيه تراينجل فوقيه ممثل او تراينجل فوقيه مخرج او تراينجل فوقيه مؤلف. صح. ما كانش فيه بطل فوق وناس بتخدمه. لا كنا كلنا بروح الشباب دي. عشان كده بقول لكم انا بحب قوي كل الشباب اللي حواليا، الشباب ورا الكاميرا وقدام الكاميرا. هي دي الروح اللي محتاجين مهما نكبر نفضل ماسكين فيها. هي دي اللي او يعني خلينا نقول اللي بيوصل احساسك للناس، الروح اللي انت شغال بيها. اوكي. بس طب اثناء تخيلك لشخصيات ميد ترم كنت منحازه اكتر للابناء ولا لاهاليهم اللي هم كانوا ضحايا تربيه زمان؟ لا كنت منحازه للابناء. الابناء طبعا لاني انا مقتنعه ان دور الاب والام ان هم يكسروا السايكل الغلط. اوكي. انت دلوقتي مور ماتيور انك انت توقف الغلط. ما ده اللي احنا عملناه النهارده. هل النهارده جيلنا، انا جيل الثلاثينات او جيل العشرينات او جيل حتى شباب صغير هيربي زي ما تربينا؟ لا. لان كان في انا مور ماتيور اني عارفه ان الضرب غلط. الضرب دلوقتي ممكن يجي الشرطه تقبض عليك، اللي صوروا فيديو اب بيضرب بنته بالعروسه تاني يوم تقبض عليه. زمان كان الاهل فاكرين ان ده الصح، محدش قال لهم ده الغلط. لكن النهارده ايوه بس النهارده وانت بتشوفي ميديا وانت بتقري علم نفس وانت بتقري حتى مقاطع صغيره قوي على السوشيال ميديا، توك صغيره قوي لدكاتره، انت عارفه ان الضرب مش صح. بس بيبقى في اهالي لغايه دلوقتي هي شايفه نفسها ان هي انا كويسه انا تمام، بس أيوة. هي اصلا مش عارفه توصل ان هي حصل لها مشكله من التربيه بتاعتها. صح. فبتربي عيالها على نفس الشيء. صح. وده اللي احنا بنعمله بقى. فبنتي هتطلع كويسه. ما ده اللي انا كنت المفروض اعمله. انا المفروض ما ينفعش اجيب لك ان الاهل هم مش ريسبونسبل على الطريقه اللي بيربوا بيها، لان انت مور ماتيور ان ادلت انك تاخدي اكشن عكس اللي حصل فيكي. الكلام ده الطفل بيتعصب في الفصل ومش طايق نفسه فحفا مامته بتضربه فهو متاثر. لكن ما ينفعش تكوني واحده عندك 21 سنه مسؤوله ماليا ومعنويا وكل حاجه عن نفسك وانت بعد ما بتخلفي تاخدي قرار انك مش عايزه تعلمي صح. صح. فاهمه قصدي؟ لا صح. فده اللي انا كنت منحازه جدا للولاد عشان كنت عايزه اقول للاهل شوفوا الغلط. ما كنتش عايزه اديهم مبررات للغلط، ما كنتش عايزه اقول ان هي هنا بتعامل فيها كده عشان باباها ما كانش مديها الثقه، او ان الام فرقت ما بين البنتين عشان كانت على طول شايفه نفسها وحشه فكانت لما جابت بنت حلوه بقت بتحبها اكتر لان شايفه دي شبهها. لا وزي برضه مش هديك المبرر. اسلام خالد واخوه بالظبط مش وبينتها في حته مش هديك المبرر. صح. وقتها ادهم قال له ايه؟ يوسف رأفت قال له ايه؟ بقى انت المفروض تحس بيه اكتر واحد ما حسيتش بيه. ده اللي اهالينا بيعملوه. الاهالينا لما بيشوفوا مرايتهم في عيالهم بيجوا عليهم اكتر لو هو بفشل بفساد، بيتعصب ان هو شبهه في فساده في حاجه وحشه فيه، وده مش الصح. صح. بس انا شفت من فتره كانت كومنتس على الفيسبوك ناس اهالي كانت كاتبه ان هي بعد المسلسل، يعني عشان كده قلت لك المسلسل وصل لكذا فئه من الناس مش بس الجينزي او الناس اللي في سننا شافوه، ان هم بقوا يعرفوا ازاي يتعاملوا اكتر مع عيالهم وفهموهم اكتر. فانت من وجهه نظرك المجال بتاعنا او الفن عموما دوره ان هو يحل المشكله من جذورها ولا انه بس يخلي الانسان يواجه المشكله؟ حل المشكله هو نوع من انواع هنقول الريد لاينز اللي هتلف حواليكي لو انت سعيتي ليها كفنانه. انا مش دوري اني احل المشكله، انا دوري ان انا هايلايت الزمن اللي انا عايشه فيه دي حلوه ووحشه، هايلايت عشان المسؤول عن حل المشكله يتحرك. انا مش دكتوره نفسيه ولا مصلحه اجتماعيه، انا مخرجه بقدم فني اني اعمل توثيق لمشاعرك، لتاريخك، لاحاسيسك، لكل حاجه ممكن تطور وتحسن من المجتمع بعد كده. انا مش هطور بايدي، انا هايلايت المشكله، الارم ان في حاجه هنا تشتغلي عليها. يا جماعه بلاش نغمض عينينا عن ان بنفرق ما بين عيالنا. يا جماعه بلاش نغمض عينينا ان مفيش ان كل الاهالي زي الفل. لا صح.
مش طبيعي في كتير غلط طبعا. ولا بقول ان كل ولاد زي الفل، لا، بس كتير برضو غلط. بلاش نغمض عينينا. فوقتها كل واحد عايز يحسن من نفسه هيبتدي يسعى ان هو يتعلم الصح. صح. ووقتها الحكومه اللي هي اكبر منا كلنا او المؤسسات الاجتماعيه اللي اكبر مني كل هتبتدي تعمل حملات مختلفه للوعي ده. انا اصلا متهيألي بعد كمان ما المسلسل اتعرض في قرارات بدأت تتاخد من الحكومة بالحاجات اللي تخص التربية والاولاد والاهالي في حاجات بص انا مع ان الدراما بتغير طبعا بس بطريقه مختلفه. يعني احنا دلوقتي حتى لو هنتكلم الحروب حروب عقول، والدراما جزء كبير قوي من المشاعر وتحكم العقل. بس بقى في وعي زياده اكتر. صح هو ده. طيب مين اكتر حد في جروب دكتور فرويد فاجئك بأدائه؟ زياد زوزو. زياد زوزو. حسيت ان دي الاجابه. انا قلت برضه. بص انبسطت بيه وكنت فخوره لانه كان تحدي بالنسبه لي. يوسف رأف لا سوري ادهم عمر. ادهم عمر لانه ما يعملش دور كبير. انا جايبه بطل في اسامي كتير قوي في السوق رهيبه شاطره ممثلين يعني يجوا ياخدوا الدور ده بيس اوف كيك. بس انا كنت عايزه اطلع نجم. كنت عايزه احس ان انا ببني معاه اول طريق ليه. فده كان ابني. أيوة. بس وانبسطت بيه. لكن اللي فاجئني بتمثيله زياد زوزو طبعا. ومش هقول لك ان اتفاجئت مثلا اني ما كنتش متوقعه منه كويس. كنت متوقعه منه ان هو يعمل كويس قوي بس مش بالليفل ده. هو عامل دور صعب قوي قوي يعني دور محتاج هو كان خايف في الاول. يعني هم كلهم كانوا خايفين من ميد تيرم. انت كنتي بتقعدي يعني تتمرنوا مع بعض حته التهتها؟ بصي احنا قعدنا مره مع بعض وظبطنا هيقولها ازاي. اوكي. ولما لقيته بيقولها مظبوط المره دي يعني هي كانت مره جربنا فيها طرق كتيره قوي لحد ما هو مسك الطريق. قلت له هي دي الطريق. قبل كل مشهد كنت باجي اقول له ايه الكلمه او ايه الجمله او دلوقتي هتتأتأ قوي ولا لا لان احنا مش بنصور بالترتيب. فانا كنت عامله زي كده اديت مشاهد زياد من ساعه ما ابتدى يتأتأ لحد ما بقى كويس. وبسكن لما ضربه القلم بتاعت باباه ومسك ايده التأتأ لازم تخف سنه لان انت هنا عرفت تقف لباباك للحظه. لما دنيا وائل هتخش لما ملك تخش حياتك وتحبها هتبتدي تأتأ تثق في نفسك اكتر فهترجع ورا. فلما كنا بنعمل مشاهد متلخبطه واحس ان زياد دخل في ليفل مش الليفل الصح كنت برجع اقعد له تحت كده اقول له زياد لا مش ده كذا 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 على حسب فيرجع هو على طول. بالظبط كده. احنا حتى كنا عندنا في البيت يعني على طول كان البيت كله كان متابع المسلسل. فكان عندنا يوم حلقه ميد تيرم دي في ماتش مصر كاس العالم بيتلعب دلوقتي. يعني دي حاجه يعني بنتجمع على الكنبه كده كلنا دي حاجه. بص دي اكتر حاجه الحمد لله والله. انا ما كنتش متوقعه. كنت متوقعه ان شاء الله ربنا هيوفقني اني هوصل للشباب ان التينيجرز كلهم اللي بيتفرجوا علينا هيشوفونا. لكن ما كنتش متوقعه ان الاهالي كمان تبص علينا. كنت فاكره ان الاهالي هتشتمني. يعني كنت فاكره ان الاهالي هتيجي تقول احنا ليه وحشين انت ليه مطلعانا كده. ده حصل العكس تماما. طول الوقت كان ده الريسك ان انت مش مطلعه حد من الاهالي كويس. الاهالي هتغضب. اقول لهم ايوه بس خلينا نشوف زاويه تانية. وفي الاخر 8 ولاد داخلين عند دكتور فرويد اللي عندهم مشاكل نفسيه اساسها الاهالي. ايوه. فما ينفعش يبقى عندنا اهالي كويسين. كمان انت سلطتي الضوء على حته الثيرابيست اللي هو احنا نبقى واثقين الثيرابيست ده كويس ولا لا. دي كانت حاجه مهمه. لان بصي فكره ان دكتور فرويد تيجي تمسك الابلكيشن في نص السكه دي كانت حاجه انا عايزه ابين فيها الثيرابي كويس والوحش. لان انت لما بتخشي تكلمي ثيرابي انت هو لوحديكوا. فجاه بتسمحي له انه يخش جوه دماغك يخش العالم بتاعك ويبتدي يلعب في مفاهيمك وانت بجد بتبقي فاتحه له الباب جدا. انت بتصدقي مش بتفكري في 1% اللي بيقولوا ده صح ولا غلط. ده غلط. لان بعيدا بقى عن الشباب ثيرابيست زي ما ساعدوا بيوت كتير قوي هم بوظوا بيوت كتير قوي. مش صح. كل الناس صح. مش صح. كل اللي بيتقال صح. فلازم تتعلم ان اول حاجه هو مش هياخد لك قرار. هو مش هيقول لك صح وغلط. صح. هو هيفتح معاك بيبان. هو هيقول لك رايه بس وانت في الاخر تحدد. بالظبط. وده نوع من انواع العلم اللي محتاجين نجري نفهمه قبل ما نقول هحجز سيشن واروح اقعد مع ثيرابي. صح. هو شخص مهم جدا وبيفيدك جدا بس هل هو الشخص الصح ولا الغلط؟ هو سلاح ذو حدين. صح. انا على فكره كنت عامل اوديشن على المسلسل يعني وقت ما اتعرض جالي اوديشن مشهد صغير كده فيه كان هاكر نعومي بعتاه عشان يعمل حاجه ايوه كده. فجالي وقت انا اصلا
وقت ما جالي وانا بتفرج، انا بالنسبه لي بقى انا منبهر بكل حاجه فيه، اخراج تمثيل كل حاجه، فانا هشتغل مع استاذه مريم، فانا يعني ده شرف والله ليا بقى بس النهارده ان انا معاك. والله يعني بس الحمد لله يعني جت في يعني تعوض حاجات تانية ان شاء الله باذن الله قدام اكيد باذن الله. ما انا زي ما قلت لكم يعني اهم حاجه انك تستمتع بالطريق بالرحله، هي الرحله هي الكنز الحقيقي حقيقي زي ما بيقولوا. بالظبط. لانك وقت ما بتوصل للحاجه يعني the top of the cherry هتحس هي خلاص كده. لا مش خلاص، تبتدي تفقد الشغف لو انا وصلت خلاص. لكل حاجه عاوزاها ايوه خلاص. هي المتعه في الشغف نفسه انك توصل وتحقق حلم. ايوه انا اصلا نفسي التويست اللي حصل في الاخر، اللي هو انا طول المسلسل انا هي نعومي البلوه وهي المشكله وهي اللي كل حاجه. التويست دي انا كنت قاعد قدامها اللي هو ايه، عشان احنا بنحكم إزاي؟ بالمظاهر. ازاي ده اكبر دليل ان وانت احنا ما كانش باين على اي حاجه خالص. ايوه ما احنا بنحكم بالمظاهر. انا ده اللي كنت عايزه هايلايت حته عليه. أيوة. ان ليه احنا بنحكم على اصحابنا وعلى اهلنا. صح. ده كئيب ما نقعدش نتكلم معاه، نتنمر عليه ونخليه كده في جنب لوحده، لو ان هو ممكن يكون بيمر بمشاكل. صح. واللي ممثل قدامك ان هو زي الفل وفرفوش وفاني وكده حاجة ممكن تانية يكون خالص. عنده حاجه تانية. صح. احنا بنحكم بالمظاهر للاسف فعلا. لا بالذات كمان في اخر حلقه، في اخر مشهد كانت النهايه واقعيه جدا، يعني هما انا مستنياهم يحضنوا بعض، بعد كده ما لقيتش يعني انا بنت كان نفسي كمريم المخرجه وقفت كده، لان هما ياسمينة وجالا بعد المشهد حضنوا بعض فعلا. انا شفت ستوري ياسمينة هما وجالا ما بيعيطوا. قدروش أيوة طبعا. يخلصوا المشهد طبعا. وبعد ما قلت كات دخلوا في حضن بعض وعيطوا. ده حصل بجد. فانا لما شفت الحضن اتأثرت كبني ادمه مش كمخرجه، فوقفت قلت لهم هنصور الحضن كبني ادمه كمريم. مريم اللي حبت تيا وحبت نعومي وحبت يزن وحبت ملك، برضو انا عشت جواهم. يعني لو كل بتعيشي ممثل جوه الستوري كلها انا عشت جواهم كلهم. انا كنت بجد هما بيبدلوا عليا. بطلع النهارده بولاء اصور، خلصت قصه يزن ودنيا بطلع الناحيه التانية اروح مصر الجديده بصور. فالموضوع it's too complicated انك فجاه تلاقي نفسك بتخرج منهم. صح. بس كالدراما لو بنت وجعت بنت قوي كده، البنات ما بتسامحش بعض بالسهل. صح. البنات بتوجع بعض. يمكن لو ولدين كان هيقولوا فل يا معلم. ايوه خلاص بقى الموضوع خلص. ايوه بس البنات لا، البنات مش كده. لا حتى الناس في الكومنتس على السوشيال ميديا وتيك توك كانوا بيقولوا اللي هو لا ده الصح، المفروض كانت تتقفل كده، لو كانت قفل غير كده كانوا يقولوا لا ده فيك، يعني بس هي بس البنات مش كده. بس انا خدت بالي انك يعني في وجوه جديده كتير في المسلسل، فخدت بالي انك مهتمه تطلعي ناس، مش هقول اول مره تمثل، ان هم عملوا حاجات قبل كده برضو في كاستنج. يعني هو اغلب الشباب اللي كانوا في كاستنج هو اسلام وموريس والناس دي كلها هم مش كلهم. فانا يعني هم كانوا مثلا كاستنج كانوا مثلا 5 يعني اللي واخدين ادوار كبيره 4 مش كتير. يعني خدت بالي انك مهتمه تطلعي دايما ناس جديده وناس فريش وناس برضو. بص بصراحه كان من الاول خالص المسلسل ده لما جه وبيتكلم على سن اصلا سن جامعه. ايوه. كان ينفع يعني ان احنا نعمل المسلسل ده باسامي كبيره بتلعب دور الجامعه، بس هم فعليا دلوقتي مش في الجامعه. ومش هقول لك اللي معايا كانوا في الجامعه، بس في نصهم في الجامعه ونصهم مش في الجامعه. يعني كان معايا ناس من الممثلين كتير قوي في الجامعه، وكان معايا ناس لسه متخرجه، وكان معايا ناس بقى لها سنتين متخرجه. انا كان نفسي احكي قصه وانت بتتفرج ما تفتكرش حد. اوكي. يعني ما ينفع لو قلت لك مثلا احمد مالك هتفتكر حاجات كتير قوي لاحمد مالك، هتفتكر ولاد شمس، هتفتكر. انا كان نفسي احكي قصه ما تفتكرش حد. اوكي. تفتكرهم هم، تفتكر ملك ويزن وتيا ونعومي وكده. ده كان التحدي اللي عندي في ياسمينة. طبعا انك ما تفتكرش ولا يجي في بالك لام شمسيه. هو ده كان بعد لام شمسيه من الترم؟ بجد؟ اوكي. انك انت ما يجيش في بالك لام شمسيه. وكان عندي في جالا ان هي تبقى شخصيه تانية خالص غير ولاد شمس. لكن اكتر من كده لا، كنت عايزه بقى يبقى الموضوع انا بشوف يعني مين. كل الناس بتسمع دنيا وائل طبعا، بس بجد نادرا اللي يعرف شكلها. فاهم قصدي؟ أيوة. هي دي لا، وبالذات الكبار. يعني هقول لك الشباب كلهم عارفين شكلها لكن مش الكبار. وده كان ناس كتير قوي من الكبار ما كانوش بيحبوا زياد زازا. كانوا شايفين زياد زازا شخص تاني بتاع بقى. انا كمان فاكر مشهد ليوسف رأفت عجبني قوي، كان لما كان باباه داخل بالحزام بعد ما كبر بقى فنزل على ركبه. كان مشهد كله باين صعب بس جدا. كان كلوز. عايزه اقول لكم المشهد ده كان اصعب مشهد لا كان مشهد والمشهد ده كان فيه مناقشه كبيره قوي. اوكي. ان انا عايزه احط الطفل
في نص المشهد وهو بيتضرب، وصادق بيقول لي مش محتاجينه وانا اقول له محتاجينه. انا مش قادره اعدي العنف من غير ما افهم بادئ منين. صح. فبالنسبه لي ده من اصعب المشاهد اللي اخرجتها في متر. كان حلو قوي قوي. ويوسف رأفت ما شاء الله، عينيه حتى وهو ساكت عينيه بتقول كل حاجه. هو يوسف كل فظيع. حاجة. لا ما شاء هو الله يوسف عليه. كنت قايله في اليوم ده ان انت كنت قايله ليوسف ان هو يبقى مش بيتكلم مع باباه حتى في السيت بعيد عن التصوير. احنا بدأنا المشهد ده اول حاجه اول يوم في اول مشهد في اوردر. اول يوم خالص. يعني يمكن حتى المشهد ده كان استاذ احمد عزمي كان شايل همه جدا جدا ان هو يضربه جدا. وقال لي هتبتدي بيه. قلت له هنبتدي بيه. فكل الكاميرات كانت ساتل، كل حاجه كانت تمام. كنا جايبين فيك حزام، مرضوش حتى يوسف يتضرب بيه. قال لك انا مش هتضرب بكاموفلاج، انا هتضرب بالحزام الحقيقي. ضرب الحقيقي. ضرب الحقيقي. قال لك انا عايزه احس بكل حاجه. انا عايزه اعيش كل حاجه بجد. انا مش طلع حقيقي جدا فعلا. ومش هقول لك اني ما عدتش، لا عدت عشان اعرف اخد الزوايا بالاكشنز والعب بالساوند ديزاين والعب بالمزيكا. صح. واديله مساحته واخرج بره الوند واسيبه في عالمه لوحده، وانت خش له العالم ده واقتحم عليه ضربه. فكان لازم اقطع، وهم فهموا قوي ان انا كان لازم اقطع. يعني فهموا ما كانش ينفع اخده وان شوت ولا بكاميرتين وخلاص. وعرفوا يكملوا اليوم بعديه عادي يعني. كان اخدنا بريك شويه. اخدنا بريك شويه بالذات ليوسف. وكملنا. لان كان اصلا الديكور بتاع اوضه يوسف، الشقه دي مبنيه كلها عمر علاء، مهندس عمر علاء. فوقتها عامه تيا ويوسف رأفت مبنيين ونعومي مبنيه. والتحقيق كله مبني. انا شفت البوست بتاعت عمر علاء وهو بالظبط. ايوه. وعمر علاء على فكره يعني دي اول مسلسل ليه برضه كمهندس ديكور. هو معانا طول الوقت بنشتغل انا وهو في الاعلانات بقالنا سنين، بس هو حس ان يوم برضو عايز يدخل دراما، عايز يحكي بطريقه مختلفه. وحبيت فيه، وده اللي بقوله من الروح، لان الروح ما كانتش ممثلين بس، حتى كرو. حبيت ان احنا لما كنا بنقعد نفكر انا وفريده فؤاد مهندسه ديكور وعمر علاء فريده فؤاد ستايلست وعمر علاء مهندسه ديكور، كنا بنبقى عاملين زي التيم اللي بيفكر في كل تفصيله في الدراما، يعني بيعيشك في الحاله. وده كان مهم قوي. وكان مين الدي او بي معاكي؟ كريم اشرف. عارف. كان نص المسلسل كريم اشرف، والنص التاني ادهم عصام. ادهم عصام هو كان وقتها كاميرا مان، و يعني كاميرا مان لمعده اسمها فري فلاي. فري فلاي. ولما كريم جاله مسلسل بعدينا فقرر ان هو يسيب ميد تيرم، وانا قلت له بالعكس روح، يعني ما كانش عندنا مشاكل خالص. فكمل ادهم عصام. فدي كانت خطوه حلوه لادهم ان هو يبتدي اكسبلور بقى از دي بي، وكان متحمس وبرده كان فيها روح عظيمه. صح. طب انا لو قلت لك ان انت معاكي فرصه تدخلي كل بيت مصري لمده دقيقه واحده، تبقى ايه المسج تديها للاب وام؟ لكل بيت مصري. بصي مش كل البيوت شبه بعض، بس هقول كلمه واحده: ما تبخلوش بالحب. صح. لان الحب هو من اهم واجمل الصفات اللي بتبني بني ادم سوي. يعني ما تبخلش بالحضن، وما تبخلش بالبوسه، وما تبخلش بالنوم بالليل في حضن بعض. ما تبخلش انك انت لو ابنك داخل ضارب واحد وموته انك تاخده في حضنه وتقول انت كويس، قبل ما تقول له طب الولد كويس، تعالى انا هنزل اتخانق مع بابا. لا، انت عملت ايه منيل انت؟ لا، انت كويس. وبعد كده هقول لهم نصيحه تانية: اسمع ابنك وبنتك، لان مفيش بني ادم بيروح يعمل الغلط وهو عارف انه غلط. وفي السن ده بالذات العند هو اول باب بيروحوا له، فهو عارف ان باباه ومامته مش هيسمعوه فبيروح لاي باب تاني غيرهم. بس لو عارف ان عنده حضن وحب وحد هيسمعه، ولما تيجي تنصحه ما تقولش ولازم تعمل. اسمع وقول له وجهة نظرك واديله مساحة للتفكير، لانه هو هيكمل حياته لوحده. صح. يعني في سن هو هيتجوز او ما يتجوزش، هي هتتجوز ما تتجوز، هو هيبقى لوحده. صح. فلو انت بنيت عقل بني ادم سليم بمشاعر سليمه هيحقق حاجه. لو انت هديت ده وفاكر انك بتربيه مش هيطلع بني ادم سوي. تحفه. بس تحفه. نبعد عن الايموشنال شويه. نلعب. كفايه صح. تيجي نلعب. ممكن نلعب. معانا لعبه كده اسمها مين بتوين. لعبه احنا اللي عاملينها يعني للبودكاست بتاعنا. اوكي. هنجيب لك اسم ممثل واسم ممثل تاني،
وعليكي تقولي ممثل ثالث مشترك بينهم، اشتغل مع ده اشتغل مع ده. بس الاثنين ما مثلوش مع بعض. يعني أنا فهمت كومن يعني بالظبط. مثل ما بين الاثنين دول. بالظبط. ايوه بالظبط. ماشي. هقول لك ياسمين العبد وكريم عبد العزيز. حد اشتغل مع ياسمينة وحد اشتغل مع كريم. استنى هقولك. حد اشتغل مع كريم وحد اشتغل مع ياسمينة. بفتكر هند صبري. ايوه طب اشتغلت مع هند صبري اشتغلت مع ياسمينة في فايندينج علا، واشتغلت مع كريم عبد العزيز في فيلم استاذ مروان حامد الفيل الازرق. كسبتني. طلعت مخرجة. ماشي. ايه ده؟ كسبتني مرة. ماشي. اقول لك راوند تانية. كريم عبد العزيز ومحمد رمضان. كريم عبد العزيز ومحمد رمضان. استنى، صعبة الراوند. مش قوي، هو حد كبير من الجنريشن الكبير. هركز دلوقتي. احمد عز. لا، احمد عز ما اشتغلش مع محمد رمضان. مش عارفه، تخيلي مش عارفه. صغير ولا كبير؟ لا كبير. بحس ان دايرتين مختلفين قوي. هو بس هو في حد كمان اشتغل مع ده وده، هو كان مسلسل وفيلم يعني، سهلتها عليكي. مسلسل مع محمد رمضان وفيلم مع كريم عبد العزيز. مش عارفه. خد بالك مش بتابع قوي مسلسلات محمد رمضان عشان مش شبهي كمشاهده، فاهمه؟ مش عشان حاجه، لو ان انا عارفه ان هو بيكسر الدنيا في هو عشان مسلسلات الشارع. ايوه بس لا يعني هو في الاخر كل واحد بتحسي ان هو بيروح شبهه اكتر. ايوه بيتفرج. فانا يمكن انا اكتر الحاجات اللي شبهي بتاعت بقى تايسون وامينه خليل كريم الشناوي كريم الشناوي وشاكر وعمر رشدي وعمر المهندس، كل الحاجات دي. خلاص نحلها احنا. لا قولوها لي برضه. طب حلي يعني سيد رجب. نسر الصعيد وكيرة والجن. صح. لا عمري كنت هعرف. 1-0 كده. بس هي كسبت معايا يعني، عدتني والله. مش حد عملها معايا فكره بجد؟ والله. خلاص مش مشكله. 1-1. مبسوطين قوي كنا معاكي النهارده. انا كمان مبسوطه ان انا معاكي. بجد حلقه حلوه قوي، ويعني طلعتي حد انسبايرنج جدا جدا. لا يعني كأم كمان مش والله، وكمخرجه والله، كفيلم ميكر يعني انا لا والله ثانك يو. حد بمثل بقالي كتير، وبعدي ساعات حاجات ديبريشنز واحباطات بتيجي في الطريق، فقلت كلام لا يعني يخلي برضو الواحد يبص للموضوع من لا يعني صدقني لما بتضيق بتفتح. صح. وكل احساس عامه مش بس فيلم ميكينج يعني، في اي شغلانه في الحياه كل احساس ربنا بيخلينا نحس بيه هو جزء من تقديرنا للاحساس الحلو اللي بعده. صح. لو عشنا بالمنطق ده هنعرف ان ده ليه هبه وحب ولذاذه، وده ليه برضو احاسيس ممكن تكون وحشه، بس هتخليك تقدر قوي الاحساس الحلو اللي لما تحسه. صح. بس كده يعني يا رب تكوني انبسطتي معانا زي ما احنا انبسطت جدا معاكم، وانبسطت قوي بيكم وشباب كتير وحلوين وان شاء الله كمان كده كام سنه الاقيكم كلكم بقى فيلم ميكرز قد الدنيا. هشتغل معاكي بقى. لا ده انا بقى اللي هشتغل معاكم. انا هشتغل معاكم. انا اللي هشتغل معاكم، هتبقوا انتم مسيطرين بقى. هي كبرت في دماغي خلاص. مش هينفع، لازم اشتغل ان شاء الله. ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله. بس كده نكون حلقتنا خلصت مع استاذه مريم الباجوري. استنونا في الحلقه الجايه. سلام.